ايه هو الورم الحليمي في الغده الدرقيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن نوع من الانواع ديت بنسميها الورم الحليمي في الغده الدرقيه او البابلري ثايرويد كانسر. الورم الحليمي في الغده الدرقيه بيعتبر اكتر انواع الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه، بيمثل حوالي 80%. الميزه في الورم ده ان نمو الخلايا الخبيثه فيه بيبقى بطيء جدا، بس في الاول والاخر هو ورم خبيث. طريقه انتشاره بتبقى عن طريق القنوات الليمفاويه، بيروح للغدد الليمفاويه اللي في الرقبه، خصوصا الغدد الليمفاويه المركزيه. بالنسبه لطريقه علاجه بنعتمد اعتماد كلي على الجراحه، زائد او ناقص اليود المشع بعد العمليه. الجراحه دي ممكن تكون استئصال لنص الغده الدرقيه، او استئصال كامل للغده الدرقيه، او استئصال كامل للغده الدرقيه والغدد الليمفاويه المركزيه في الرقبه، او استئصال كامل للغده الدرقيه والغدد الليمفاويه المركزيه والطرفيه اللي في الرقبه. مين بنعمل له ايه؟ على حسب المريض جاي لي امتى. كل ما حضرتك تجي لي بدري كل ما الجراحه تبقى ابسط، وكمان نتجنب اليود المشع بعد العمليه. خطوره النوع ده من الاورام اللي هو الورم الحليمي ان لو تم اهماله بيقلب نوع عنيف جدا بنسميه نون ويل ديفرنشيتد ثايرويد كانسر. ساعتها نمو الخلايا الخبيثه بيبقى سريع جدا، والسيطره على الورم بتبقى صعبه جدا. وربنا يتمم شفاكم على خير.